جوع اخر الليل واللي بيحصل في الحر مع الولاد بيقعدوا سهرانين طول الليل وطول النهار نايمين، واحنا ليل ونهار شغالين. زي ما انتوا شايفين سندوتش مخ كده على السريع. عايزه اقول لكم السندوتش ده اتطلب مني الساعه 2 بالليل، كانوا جعانين وقمت عملته وكده هقدمه لهم. وتعالوا نشوفوا بقى طريقته. زي ما بقول كده حطيت بقى شويه ميه على النار وفيها حبهان ولورا، وهنزل بالمخ ومعلقه المجمد ده. ما انا بقول لكم ملحقش يفك. قمنا كده على طول حطيناه في الميه 3 دقايق بالظبط. وتعالوا بينا نعمل التتبيله. معلقه كركم زي ما انتم شايفين، ومعلقه ملح وفلفل اسود وكمون وتوم باودر وبصل باودر. ورحت حطاهم زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. واروح جايبه كمان بضايه وحطاها، وكده اقلب بقى كل الخليط بتاعنا ده كده كويس مع شوية لبن كده. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. وعملنا السلطة الخضراء وعملنا الطحينة، وكده كنا عاملين قبل كده الطحينة مع بعض في البيت. ودي معلقة منها طلعتها كده ورحت مفككاها. وكمان كده الخليط بتاعنا جاهز. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. كده بقول لكم، والعيش كمان جهزته، يعني وصفة سهلة وبسيطة. طلعت المخ وصفيته على طول، وهنزل عليه بمية متلجة. شايفين التلج بقى عامل ازاي على طول عشان يوقف سوى المخ ده. وكده بقى نزلته في المية المتلجة. وتعالوا كمان نروح مصفيينه ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. شايفين هو اتهرى مننا، هو المفروض يتحط وهو مفكك، بس انا بقى لسرعة الوقت وجوع الولاد بالليل. بصوا بقى قطعته كده مكعبات صغيرة بالشكل ده كده. شايفين؟ وكده بقى تعالوا بقى نحطه في التتبيله بتاعه البيض والبهارات مع بعض والكركم واللبن، وكده بقى نقلبه. تعالوا بقى نحط الكفر بتاعنا عباره عن معلقتين من البقسماط عليهم سنه ملح كده بسيطه، واقلبهم مع بعض. وكده بقى اخد بالمعلقه قطعه مخ احطها في البقسماط، بس الاول احط الزيت على النار يسخن معانا، واروح نازله بقى بالمخ. كده بقى اكلتنا سهله وبسيطه. وكده مين بيحب المخ؟ انا بامانه من الاكلات اللي بحبها جدا المخ والفشه والممبار، واكلات المذبح كلها بحبها. بصوا بقى يا حبايبي بالشكل ده كده. سندوتش ده بره بيتباع باثمان غاليه جدا. انت لو جبتيه هتعملي منه كميه، يعني جبت المخ هتعملي منه كميه كبيره. زي ما انتم شايفين ده اللي كان معايا، يعني مش مخ كامل، جزء من المخ. بصوا بقى يا حبايبي كده. زي ما انتم شايفين حمرت المخ في، بصوا ما بياخدش 3 دقايق على النار بالشكل ده كده. اروح شايله بقى المخ كده استوى. وتعالوا بقى نحضر السندوتش المخ ده بكل بقى تفاصيله، بشوية طحينة وشوية السلطة الخضراء. وكده كمان لو عندك اي حاجة خضراء ممكن تفرشيها تحت المخ ده عشان يشرب اي زيوت معانا. وكده كمان خلصنا بقى المخ بالشكل ده. تعالوا بقى نعمل لهم زي سندوتشات بره بالظبط. اروح جايبه الرغيف زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، واروح قلباه لجوه عاملاه على نصين كده. واروح حاطه بقى السلطه وحاطه المخ وحاطه الطحينه، وكده اقدمه للولاد. وكده اقول لكم بقى، اقدمه للمتابعين الكرام اتفضلوا معانا، واشوفكم على خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.